مساء الخير على احلى متابعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل بنص كيلو لحمه مفرومه. هتعملي احلى حواوشي اسكندراني بعجينه جميله جدا وتحفه، وهتنفع معاكي كمان في كذا طريقه تانية. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وعلى صحبه اجمعين. اول حاجه معايا 4 كوبايات دقيق. هنضيف عليهم معلقه خميره فوريه كبيره اللي هي حوالي كيس، وهتضيفي بضايه ومعلقه زيت كبيره. العجينه دي دسمه، هي مش مجرد بس عجينه بميه ودقيق بس للحمه المفرومه، لا خالص. وهتضيفي عليها معلقه سمنه كبيره وربع معلقه بيكنج باودر صغيره، وهتروحي مقلباهم كويس قوي مع بعض. انا ضفت السمنه عشان بتدي دسامه وبتدي لا بتديها بتبقى وتخلي لون العجينه بيبقى لونه حلو وذهبي وجميله. وتروحي ضايفه كوبايه لبن عليهم وتفضلي تقلبي كويس في العجينه كويس جدا. هي تبقى محتاجه مجهود بس منك شويه. بعد كده بتكوني محضره جنب كوبايه ميه، بتنزلي بتضيفي فيها واحده واحده لغايه ما تحسي العجينه اتلمت معاكي. وطبعا زي ما انت عارفه ان الدقيق بيكون كل دقيق بيكون ليه يعني ايه كميه ميه معينه، فبيبقى حسب الدقيق اللي عندك. طبعا انا عندي هنا عشان الم العجينه احتاجت تاني نص كوبايه دقيق. وبعد كده بقى هي واخده كده مني 4 كوبايات ونص دقيق. في الاخر بتروحي حاطه معلقه ضايفه عليها معلقه زيت صغيره عشان تلمي بيها العجينه وتركنيها في مكان دافي لمده نص ساعه، من ساعه لساعه لغايه ما تخمر عندك. لغايه ما تخمر هنجهز طبعا تتبيله الحواوشي. معايا نص كيلو لحمه مفرومه، وهنضيف عليهم حوالي نص كيلو بصل مبشور ناعم خالص، وهتضيفي معلقه طماطمايه مبشوره برضو. وبعد كده هتروحي ضايفه معلقه سمنه. انا ضفت معلقه السمنه دي ليه؟ هو المفروض لو عندك ليا بتبشريها، او بتكوني جايبه اللحمه مفرومه يعني مش حمرا قوي، لا انا كانت عندي حمرا فضفت معلقه السمنه. وضفت معلقه زيت وحطيت ملح وفلفل وبهارات، بهارات لحمه. وحطيت نص معلقه قرفه صغيره ونص معلقه بيكنج باودر صغيره بس. وبتروحي مقلبه كل التتبيل المكونات مع بعض، بتروحي مكوراهم زي ما انت شايفه كده على قد حجم الرغيف اللي انت هتعمليه. وهنا جبت العجينه وقلبتها كويس عشان اطلع منها الهواء. وبعد كده بروح واخداها مثلا ايه يعني على قد حجم الايد كده، كف الايد، وبتروحي واخداها وفرداها. وبتخلي الجزء اللي في النص يكون سميك شويه عشان لما تيجي تفرديها في الصينيه العجينه ما تقطعش منك واللحمه كده مش هتستوي. وتروحي مخليه الطروف خفيفه شويه، وتروحي جايبه اللحمه المفرومه وحطاها، وتروحي مقفله عليها زي اكنك كده بتقفلي مثلا قطايف او حاجه. وتروحي جايباها زي ما انت شايفه كده بتقفليها كده، وتروحي فرداها على ايدك وتدهني الصينيه زيت كويس قوي. بعد كده بتروحي حطاها على الصينيه وتروحي فرداها تاني بطاطا. بس تبقي واخده بالك ان انت ما تفرديهاش لدرجه العجينه تقطع منك، لا احنا لازم نحافظ العجينه ما تتقطعش علشان خاطر ما اللحمه من جوه تستوي. لو اتقطعت السخونيه مش هتسوي اللحمه من جوه. وكده انا بعمل معاكي تاني واحده كمان بنفس الطريقه برضو. اولا العجينه دي جميله جدا وهتنفعك في حاجات تانية كتير وهتبقى جميله جدا كمان لو عملتي بيها بيتزا. تحفه جدا جدا ودسمه. احنا ضايفين فيها بيض وسمنه وكل المكونات دي بتدي طعم للعجينه. بس كده انا بعملها معاكي زي ما انت شايفه تاني، واقفلها كويس وابقى مخليه بالي وانا بقفلها. تمام زي ما انت شايفه كده بس. وبعد كده بقى بعد ما هفردها على الصينيه هروح جايبه زيت وبالفرشه زيت ولبن، وهدهنهم من على الوش عشان تدي لون اللي هتخليها تستوي في الفرن. هتستوي معاكي من فوق ومن تحت وهتبقى لونها جميل وهيبقى تحفه زي ما انت شايفه دلوقتي. وعندك مثلا شويه سمسم وشويه حبه البركه بتحطيهم على بتضيفيهم من فوق اهوت كده زي ما انت شايفه، تدهنيها كويس. بعد كده بتروحي ضايفه السمسم وحبه البركه بس، يبقى تحفه ما شاء الله معاكي. وتكوني مسخنه الفرن وتروحي مدخلاها في الفرن لغايه ما تستوي معاكي. ولما تستوي ما تيجي تخرجيه، لو عندك بخاخه ميه بتبخيه بخه بسيطه جدا وتروحي مغطيه، هيطلع معاكي فظيع زي ما انت شايفه. هيكون طري انت حابه